بصوا ده التيشيرت بتاع بنتي وهي شخبطت عليه بالقلم الجاف. وطبعا انا نزلت بوست بسرعه وسالتكم قلت لكم اطلع الحبر بايه، وكنت خايفه كمان من الطباعه اللي عليه، ففي كومنتات كتير جت، بس المعظم كان عن الكحول. فده كحول بس جل كده ماشي. بس الواحد مش عايز يفتكر ايامه، يعني من ايام الحادثه بتاعت بنتي، ربنا ما يرجعها. بس الكل قال لي المهم هنستخدمه. الكل قال لي ان انا احط مناديل تحت الجزء اللي فيه الحبر، احطها ما بين القماش، وبعد كده احط عليها كحول. طبعا نستحمل بعد بقى ان انا بصور بايد وبشتغل بايد، وقلت ايه اجربها معاكم عشان اللي يحصل له حبر في هدومه، في هدوم عياله، في هدوم جوزه بتاعه القلم طفح ولا حاجه، نعرف نطلعها ازاي. هنجرب كده سوا وهنشوف التجربه عمليه. بسم الله. هنحط كده. انا خايفه قوي من الطباعه دي، ربنا يستر. بصوا هو حاجه بسيطه، في ناس كمان قالت اسيتون وحاجات كده، بس انا ما عنديش اسيتون، مبحطش مانيكير يا جماعه، فما عنديش اسيتون للاسف. مش للاسف يعني، الحمد لله. مش عارفه هل ادعكم بفرشه اساعد معايا ولا ايه. اجيب فرشه ناعمه كده ونجرب، او خشنه يعني، مش عارفه اللي عندي هتبقى ايه بالنسبه لهم. استنوا. بصوا دي فرشه اورال بي، هي مش معانا بس هي كانت عندي من الاول، بس هي سوفت خالص كده. انا صورت الجزء ده بس هو للاسف ما صورش، فرجع اعيده معاكم تاني. انا مخليها بعمل بيها الحاجات في الهدوم او كده. فاهو انا عملت الجزء اللي في القماش ده طلع، كان هنا في خط كده طلع، اللي على الجزء الجلد ده لان دي طباعة جلد مش راضية تطلع. فانا مش عارفة، انا اخر حاجة قلت ان انا هعملها ان انا حطيت جزء من الكحول ده هنا اهو تاني، وهسيب عليه طبقة مناديل كده، اسيبها عليه شوية ممكن تطلعه. وانا من الداخل حاطة منديل اهو، على اساس بس هو اساسا الحبر عندي مش كتير، يعني لو حد بقى قلم طافح او كده لازم يتقل كذا طبقة مناديل على اساس الكحول ما يسيحوش ويقوم واصل للطبقة اللي تحت، بيبقى انت حليتي واحدة واللي تحت طبقت عليها. فتحطي مناديل كده او فوطة قديمة تحطيها وتحطي فوقها منديل وتقومي شغالة. ماشي انا هسيب ده كده 5 معاكم. بصوا انا اللي على القماش طلع، بس انا عندي الجزئيه دي طباعه جلد، فانا مش عارفه هي ليه مش راضيه يطلع من عليها. طب هقول لكم انا هحطه في الغساله على كده. الجزء اللي على القماش راح، ده المهم عندي، عقبال ما تقولوا لي الجزء اللي على الجلد ده يطلع ازاي. بس عشان انا حاطه الهدوم في الغساله وعايزه اشغل عليها، فانا حاليا هروح بقى احط دي في الغساله وهنشوفها بعد ما طلعت من الغساله الدنيا، وهبقى اصورها لكم بعد ما تطلع. بصوا كده بعد ما اتغسل ونشف، هو الحمد لله اللي على القماش نفسه طلع، هو بس باقي على الجلد هنا خط خفيف خالص، هو حتى مش باين قوي بس هو لسه فيه. فلو حد بقى ليه حل للجزء اللي هو على الجلد ده جلد ماشي، فلو حد ليه حل للجزء اللي على الجلد ده ياريت يكتب لي في التعليقات. اكون افدتكم في الفيديو ده، وما تنسوش لايك وشير الفيديو ده وفولو الصفحه بليز، ومنشن تحت لاصحابكم في التعليقات. والصراحه انتوا اللي فدتوني في الفيديو ده مش انا اللي فدتكم، اشكركم جدا. يلا باي.